بص يا عم الحاج، في فلاح بيزرع رز علشان يعيش، وفلاح تاني بيزرع رز عشان يشيل شكاير ويدخل السوق ملك وهي ربحانه معاه. عارف الفرق في ايه؟ الفرق في تسميده صح. تسميده يوصلك من 3 طن ل 6 طن للفدان. ايه البرنامج ده؟ عامل لك برنامج تسميدي فعلا هيوصلك ل 6 طن للفدان. طبقه زي ما بقول لك بالظبط، بفضل الله هتوصل لارقام قياسيه. بقول لك على البرنامج كامل، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة الأرز في مصر، من الزراعة حتى الحصاد، موسم 2025. انت لو الفيديو ده وصل لك يبقى انت من المحظوظين اللي انت بتدور على محصول رز كويس، عايز توصل لاعلى انتاجيه من الرز، توصل ل 6 طن. فانت بتدور على برنامج تسميدي محترم، فانت وصلت المكان المناسب بفضل الله. تمام؟ مش شكرانيه فينا، لا، شكرانيه في منتجاتنا وشغلنا، وبفضل الله حاجات كويسه. وبقول لك نظام 1 2 3 طبقه بالظبط. ولو بتكلم غلط ما قول لي انت بتتكلم غلط وانت بتتكلم مش عارف ايه وكلام من ده. مبدئيا تسميد الرز، زرعه الرز عموما، لو زودت عنصر وليكن مثلا الازوت يجيب ما يفيدش معاك بل يضر. تمام؟ يعني زياده الازوت يعني المفروض يزيده حسن ويديني نمو خضري وبتاع، لا، يضر معانا ويجيب معانا امراض فطريه زي اللفحه وما ادراك من اللفحه. وان شاء الله في فيديوهات عنها ان شاء الله الفتره القادمه. فلو انت اول مره تشوفنا وتتابعنا لازم تتابعنا، تشترك عندنا في القناه وفعل زر الجرس لو شايفنا على اليوتيوب، وتتابعنا على الصفحه على الفيس لو انت بتشوفنا على الفيسبوك. تمام؟ مبدئيا تسميد الرز هناخد تسميد الرز لحد عمر 60 يوم. يعني اللي عايز تخلص تسميدك ال 60 يوم الاولانيين تخلص فيهم تسميدك، مثلا على عمر 20 يوم، على 15 يوم، على 40 يوم، على 50 يوم اكون مخلص تسميد. زمان نقول لك نجيه نص 7 عليك ما يبقى خلاص توقف تسميد. زمان حبايبنا ومزارعينا واجدادنا احنا كفلاحين بنقولوا كده، بقول لك نجيه عليك نص 7 ما تحطش حاجه للرز، ما تسميتش حاجه، يبقى الكيماوي اخرك نص 7 زي ما بنقول. بس مش كده، ما المفروض انا زرعت بعد كده. ده الكلام ده كان بناء على ايه؟ لما كنا بنعمل مسات 20/4 والكلام ده كله، لا، بدات الناس تتاخر وبتاع. يبقى انت تسميدك هو لو حسبتها مثلا من 15/4 لحد 15/7 يبقى 15/5 15/6 شهرين تقريبا او شهرين ونص تقريبا في الحدود ده. او زرعت اول 5 و6 في حدود 50 يوم 60 يوم هتلاقي الرينج واحد او الارقام متقاربه او متشابهه. بقول لك اول 7 يجي عليك ما تسميتش في الرز وما تنزلش باي تسميد، او كنت انت خلاص تسميدك. تمام؟ ده كان كلامهم ماشيين يعني في رينج 60 يوم برضو. تمام. هنشتغل الرز. عندك الرز برنامج تسميد، اعمل لك برنامج حلو وشيق اعطي لك للنبات كل ما يحتاجه. تمام؟ فانت هتشتغل عليه. اول حاجه الخدمه اللي احنا اتفقنا عليها، بنحط 20 متر مكعب سماد بلدي، 20 متر مكعب سماد بلدي احنا متكلمين عليهم. تمام؟ ولو ما حطيتش بنعوضهم حاجات ثانيه وكلام من ده. بس يفضل انك هتحط برده 300 كيلو جرام سوبر فوسفات. تمام؟ يعني حوالي 6 شكاير سوبر ناعم او محبب نحطهم مع الخدمه، مع الحرط ومع التسويه والكلام ده كله. ما نحط السوبر بعد الري، عشان السوبر بعد الري هيعمل معانا ريم. وركز جو في الفيديو علشان هتاخد حاجه كويسه وتبقى انت عارف احنا هنعمل ايه. يبقى دول مع الخدمه. لو الارض ضعيفه، يعني بمعنى ضعيفه يعني الارض سيئه والارض عايزه غذاء، هدي شكاره يوريا مع تجهيز الارض، مع قبل التلويح، او مثلا مع البدار او الكلام ده كله. الارض جيده يبقى هم شكارتين بس، شكارتين يوريا هنوزعهم ان شاء الله. طيب اول تسميده لينا امتى يا باشمهندس؟ بعد 15 يوم، سواء بدار او شتل او سطاره او تجبيش او تلقيط. بعد اول 15 يوم هننزل بالتسميد بتاعنا. اول حاجه هننزل بها ايه؟ هننزل بشكاره يوريا. شكاره ايه؟ يوريا معروفه اليوريا ل 46 او 2 سلفات. لا يفضل النترات في الرز، يبقى سلفات الملح او اللي هي اليوريا. ان اليوريا اللي هي 46% هي شكارتين سلفات او واحده يوريا. تمام؟
هنيجي معاهم بحوالي 20 كيلو سلفات زنك، ويكون زنك على بوز، زنك حاجه محترمه. شايف الشكاره اللي ورايا دي سلفات زنك حوالي 10% محمل على احماض امينيه، حاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام، الشكاره دي تمام، دي سلفات زنك شركه السلاف، حاجه محترمه جدا وحاجه داخل عليها احماض امينيه هتشغل لي الزنك، دوره مهم جدا. وان شاء الله نبقى نعمل لكم فيديو برضو عن اهميه الزنك للرز، فيديو يبقى صغير كده وبتاع، بيزود معانا تفريعات، بيزود معانا استطالات، بيعمل معانا لو نقص عنصر الزنك في الرز يجي له مثلا وليكن اللي هو التبقع والامراض الفطريه، فنقص عنصر الزنك مهم جدا للرز. فالزنك وفي الديك بعد كده في الحبايه نفسها صلابه وما يحصلش في التبييض والكلام ده كله، فمهم جدا. وبيديله بيخش معاك في التحجيم، يخش في عمليه البناء الضوئي، فمهم جدا. تمام، ده بالنسبه للزنك. هننزل بايه تاني يا باشمهندس؟ هننزل معاهم برضو حوالي 15 كيلو بوتاسيوم. دي اول تسميده، اول تسميده 15 كيلو نترات بوتاسيوم اللي هي دي المالتي. تمام، 6 43 15 كيلو. هنضيفوا معاهم ايه تاني؟ هنضيفوا 10 لتر حامض فوسفوريك. تمام، 10 لتر حامض فوسفوريك. وخلي بالك البوتاسيوم والفوسفور ده زي البني ادم، دراعه اليمين والدراع الشمال، ده يمين وده شمال. يبقى انت دراعك اليمين في الرز في اي زرعه البوتاسيوم والفوسفور، سواء في صوره حامض او في صوره نترات بوتاسيوم، في حاجه محترمه جدا. يبقى هننزل ب 15 كيلو نترات بوتاسيوم، ب 10 لتر حامض فوسفوريك، معاهم منشط جذور اللي هو ده. تمام، منشط الجذور، زائد 2 كيلو مغنيسيوم رابيتور ام جي، ده نترات مغنيسيوم 10% محمل على احماض كربوكسيليه وسكريات كحوليه. وما ادراك ما السكريات الكحوليه بتعمل اختراق سريع جدا في النبات. واسالوا الباشمهندس محمود راغب عن السكريات الكحوليه واتكلم عنها في مشروعات عنه. تمام، فالناس المحترمه تتكلم عن الحاجات ديت. فالسكريات الكحوليه ممتازه جدا، ده مغنيسيوم محمل عليها. ومعاهم 2 كيلو حديد، ده ايرو برو. تمام، ده برضو حديد مخلبي محمل برضو على سكريات كحوليه واحماض عضويه، فممتاز جدا. بيعمل الحديد والمغنيسيوم عنصرين مهمين جدا عن النمو الخضري. تمام، مع الزنك زياده التفريعات، مع الازوت زياده نمو خضري، مع حامض الفوسفوريك يزود نمو خضري وتشجيع نفوذ الجذور ويخلي الارض حمضيه، مع نترات البوتاسيوم عنصر البوتاسيوم عنصر مهم جدا، مع منشط الجذور الكريزه ده اللي هو 5 جرام للفدان اللي هو الاندول ده. تمام، دي الريه الاولى. تمام، دي الريه الاولى او التسميده الاولى. للعلم قبل ما نسمد اي حاجه بنشف الارض بتاعتي كويس. انا عايزك تكمل معايا الفيديو كويس علشان في ناس بتسمع اول شويه وتمشي. تمام، فانت لازم تكمل الفيديو للنهايه. فهنسمد ازاي يا باشمهندس؟ هننشف الارض تنشيفه كويسه علشان الارض تكون عطشانه للميه، عطشانه للسماد. فانا مثلا حاطط الكيماوي وبدل الزنك بتاعي ده مثلا مع الارض شراجي كده، وبعد كده بنزل الميه عليهم، وادي حاطط الحاجات الثانيه مثلا الحامض مع البوتاسيوم مع الحديد مع المغنيسيوم مع منشط دول في السماده بتاعتي، وازود بيها وتزويده خفيفه كده واظبط الدنيا بتاعتي. واللي يقول لك نشف الرز وبتاع، لو انت عندك الميه متوفره، الرز زرعه ميه كل 3 ايام 4 ايام والدنيا تمام زي الفل خالص. دي التسميده الاولانيه. التسميده الثانيه بعد تقريبا 35 يوم. 35 يوم هنسمي دي يا باشا شكاره يوريا زي ما قلت لك، او 2 سلفات. يبقى الفدان هياخد معايا 2 يوريا بس. اللي هيسمد اكتر من كده يوريا هيضر. علشان زياده اليوريا بيعمل معانا لفحه. لو زودت اليوريا مثلا او كيماوي والكلام ده كله عن المعدل المظبوط اللي هم الشجرتين او مثلا ال 100 كيلو للفدان هيجيب معانا لفحه. طب قللت وعملت نصح وبتاع وقللت وحطيت شكاره واحده، ممكن يعمل معانا تبقع بني. يبقى النقص يعمل تبقع بني والزياده يعمل معانا لفحه. طيب الحل يا باشمهندس نعمل تسميد متوازن. يبقى التسميده الثانيه شكاره يوريا، 10 لتر حامض فوسفوريك، 10 لتر حامض فوسفوريك. تمام، الفوسفوريك ده معايا اساسي عشان ده دراع اليمين بتاع النبات، تنشيط جذور نمو خضري. عنصر الفوسفور في صوره حامض ممتازه جدا. ولما يكون حامض وحاجه محترمه زي الحامض الفوسفوريك ده حاجه اردني شركه السادات، لا هقول لك حطه وانت ببطنك بطيخه صيفي. تمام، ده انا بعتمد عليه في كل شغل. ليه؟ علشان حاجه محترمه ونتائجه ممتازه جدا جدا. تمام، هنضيفه معاه ال10 الحامض فوسفوريك ده، هنضيفه معاه 2 كيلو فولفيك.
2 كيلو فولفيك التسميده ديت، تمام، مع منشط الجذور اللي هو الاندول برضو. ما الاندول ده يا باشا حلو، لما اعمل مجموع جذري قوي الاقي مجموع خضري قوي، الاقي النبات بتاعي يقدر يستحمل ويقاوم الامراض الفطريه. النبات لما يكون قوي وعطيله كل العناصر بتلاقي النبات في حته ثانيه، تمام. هنضيفوا معاهم ايه ثاني؟ هنضيفوا معاهم 10 كيلو سلفات الزنك دي، تمام. الشكاره دي فيها سلفات زنك، تمام، فيها زنك 5%، فيها مغنيسيوم 4%، فيها حديد 4%، فيها نيتروجين 3%، فيها كبريت 2%، فيها احماض امينيه 3%. التركيزه كلها 21%، مجموعه عناصر صغرى بس بتبقى ارقام كويسه جدا ومحترمه جدا وهتديك نتيجه حلوه خالص. 10 كيلو سلفات الزنك دي التسميده اللي هي على عمر 35 يوم، تمام يا باشا، تمام يا باشا. التسميده اللي بعد كده على عمر 50 يوم او 55 يوم، تمام. دي يعتبر اخر تسميده هنحطها، تمام. هندي ايه؟ هندي ايه يا غالي؟ هندي 10 كيلو نترات بوتاسيوم، 10 كيلو نترات بوتاسيوم، تمام، 10 كيلو نترات بوتاسيوم، ومعاهم 2 كيلو يومك، 2 كيلو يومك اللي هو ماك خارف. ده يومك محترم جدا، شركة هارفست، حاجة عالية، حاجة محترمة جدا. هيومك مش هيومك، لا هيومك، تمام. 10 كيلو هيومك ماك خارف. نحط الحاجات دي في التسميده الثالثه، يعني عمر 60 يوم، يعني قبل الطرد بحوالي 15 20 يوم. الطرد الرز عندي تقريبا على 75 يوم، وان شاء الله اعمل لكم برضو المراحل العمريه للرز فيديوهات. عندنا كلام كتير عن الرز، فانت كده وصلت لنهايه البرنامج. لو انت طبقته بأمانة الله زي ما بقول لك كده، والله لا توصل لأعلى إنتاجية، قد تصل ل5 طن و6 طن للفدان، حاجة محترمة جدا جدا جدا، تمام. فالتسميدات كويسه لو انت واخد بالك. انا منوع لك في كل العناصر اللي النبات محتاجها، مشتغل على البوتاسيوم، مشتغل على الفوسفور ونشر جذور، حديد، مغنيسيوم، فولفيك، فولفات، الكلام ده كله شغال معاك، نتائج محترمه جدا. لو عندك اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو بنرد عليكم. ولو الفيديو عجبك ومحتوى الفيديو عجبك اعمل لايك ومشاركه للفيديو ودعوه حلوه، لا تنسونا من الدعاء. ولو انت لسه ما اشتركتش عندنا في القناه على اليوتيوب اشترك في القناه عندنا وفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يوصلك. ولو انت بتشوفنا على الفيس تابعنا على الصفحه وشير الفيديو على قد ما يقدر، علشان فعلا في ناس محتاجه برامج التسميد او برنامج تسميد الرز ده، علشان فعلا برنامج تسميد الرز ده برنامج محترم جدا جدا جدا. وانا مش بزايد على حد ولا بنجلل من حد، بس للامانه اعرض الشغل بتاعنا على اي حد هتلاقي ما شاء الله حاجات محترمه جدا، شغل كويس. يعني ككميه بوتاسيوم حاطين قد ايه؟ حاطين 25 كيلو نترات بوتاسيوم. المفروض الفدان بياخد 50 سلفات، فانا بحب اشتغل بالنترات، فالنترات بندي نصف الجرعه السلفات يبقى 25 كيلو نترات بوتاسيوم. وخلي بالك عندنا في رش ورقي بقى الفترة الجاية، رش يزود معانا تفريعات، رش يعالج الصدمات بتاعت الحشائش، رش يعالج نقص عناصر وبتاع. فانتظر الفترة اللي جاية فيديو هيكسر الدنيا برضو، وفيديو عن رش ورقي يزود معانا التفريعات ويزود معانا النمو الخضري ويعالج صدمات الحشائش ويعالج صدمات الدودة ويعالج صدمات اللفحة. وخلي بالك اللفحة اشتغلت وعندنا مركبات حلوة تعالي اللفحة. فانت لا محاله لازم هتتابعنا ولازم هتكمل معانا علشان عندنا شغل كويس وعندنا حاجات كويسه، تمام. فالقرار في ايدك، ما تنسناش تابعنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.